تخيلت ان تلاقي مدينة في مصر على اسم معدن؟ يعني المكان ده، المدينة دي على اسم معدن. المعدن ده او المدينة دي اسمها مدينة الزمرد، اللي هو معدن الزمرد. طب ايه القصة وايه الحكاية؟ تعالوا نعرف ايه القصة وايه الحكاية. المكان ده ليه أهمية كبيرة جدا من أيام العصر البطلمي ومن أيام الرومان بشكل كبير جدا. يعني من أيام العصر البطلمي المكان ده كان مستغل بس مش بشكل قوي، لكن لما جه الرومان استغلوا المكان ده، وده هنعرفه. طب المنطقة دي فين؟ المنطقة دي على بعد 120 كيلو متر من جنوب غرب مرسى علم، يعني ناحية الصحراء الشرقية. والمكان ده كان يسمى باسم وادي سكت، والرومان كانوا بيطلقوا عليه اسم المكان ده جبل الزمرد. بس هو مش جبل واحد، دي سلسلة جبال زي ما انتوا شايفين، يعني كانت مليانة جدا. والمنطقة دي كانت أهم منطقة في العالم بالنسبة لمصر، مش بالنسبة لمصر بس، بالنسبة للعالم كله، لأن كان معدن الزمرد اللي هو معدن نادر جدا كان بيخرج من مصر هنا في الوقت ده. وكان مفيش أي منطقة تانية عندها المعدن النادر ده اللي موجود في الوقت ده. طيب الرومان استغلوا المنطقة، وده لقيناه ان الجيش الروماني كان كاتب نقش بيقول ان هو جه المنطقة هنا ليس فقط للدفاع عن معدن الزمرد، وانما ايضا لاستغلاله، يعني الاستفادة منه واستغلاله بشكل كبير جدا. وهنجد ان المعدن الزمرد ده كان ليه رمزية، يعني من رمزيته بالنسبة للرومان كان بيستخدموا له القوة، الحماية من ارواح شريرة، كان ليه قدرات شفائية. يعني هنلاقي الكاتب بليني بيقول ان معدن الزمرد لا يستخدم في جماله فقط، وانما يستخدم ايضا لاغراض علاجية. وكان ايضا يستخدم من كتر جماله لتهدئة العين، بالنسبة عشان هو كان معدن لونه اخضر جدا، وده هنعرفه قدام. فكان المعدن ده ليه أهمية كبيرة جدا، وكان يستخدم من قبل النخبة الرومانية وكبار الرومان والأباطرة. كانوا يستغلوا المعدن ده ويحطوه على التيجان بتاعته، فكان ليه أهمية كبيرة جدا. طيب بالنسبة للمنطقة بقى، قصة المنطقة دي بترجع من 1816 أيام محمد علي. أيام محمد علي باشا أرسل واحد اسمه فريدريك كيوت. فريدريك ده واحد فرنسي أرسله عشان يعمل كشف على المناجم الموجودة في المنطقة، خاصة في مصر. فراح المكان ده وفعلا وجد المعدن اللي هو معدن الزمرد، بس ما وجدش المعدن ده بس، ده وجد حاجات كتير جدا في المنطقة. بس عشان طبعا الوقت ده كانت الدنيا مكلفة جدا فالمشروع مكملش. بس الراجل ده كتب لنا كنز، يعني كتب لنا كل تخطيط موجود، وكتب لنا ان في حاجات موجودة الى اخره، بحيث عشان يجي اللي بعده يجي يشوف المكان بقى ويستغل الكلام ده ويكمل. ففضل الحال ويجي رحالة يكتبوا ويقولوا لحد لما جت سنة عام 2000 عملوا مسح أثر المنطقة كلها، وجدوا حاجات رهيبة. لو ايه بقى؟ بطبيعة الحال ان منطقة الصحراء الشرقية في ايام العصر الروماني كانت صحراء، فبالتالي انا مش هقعد في صحراء، انا هقعد اعمل ايه في الصحراء؟ بس لما لقيت معدن الزمرد ولقيته ان هو ليه اهمية، وخاصة اللي هو مش بيخرج غير من مصر بس، ومعدن نادر جدا في الدولة المصرية، لا انا هقعد واستغل المنطقة. فبالتالي انا لما قعدت في المنطقة بقى بدأت اعمل بيوت، فوجدنا بيوت، منازل، وجدنا مقابر موجودة في المكان ده. وحتى هتلاقوا يعني لو بصينا هنا كده هنلاقي اهو عند الحتة عند الجبل ده كده اهو، هنلاقي في حفر، دي كانت اماكن المناجم اللي كان بيتم بيها استخراج المعدن اللي هو معدن الزمرد ده. بالاضافة احنا وجدنا معبدين موجودين في المكان، فدي ناحية دينية. وكان بيقوم فيه، كان برضو بيتعمل هنا برضو مناطق زراعية بس على حسب استغلال المنطقة الصحراوية، بالاضافة لبعض الصناعات البدائية البسيطة، بس كان بيعتمدوا على المواد الغذائية اكتر. فالمنطقة دي كانت منطقة تعتبر تقدر نقول عليها منطقة سكنية، لاني استغليت المكان وبدأت اقعد في المكان ده واستغله من مجرد صحراء اللي انا اعمر المكان. فبالتالي طبعا لما عرفنا كده قدرنا بقى نحدد ونقول ان سكان المنطقة دي، عرفنا السمة الاجتماعية بتاعتهم، السمات الاجتماعية، عرفنا ان هما الناحية الجنائزية بتاعتهم من خلال اكتشاف المقابر، وعرفنا حاجات كتير جدا، وعرفنا كمان وجود المعابد الموجودة في المكان ده، وخاصة في المكان اللي موجود ده. كانت المنازل اللي موجودة عشان نبقى عارفين كانت بتتكون من دورين.
وكانت بارتفاع الواحد منهم 4 أمتار. يعني لما لو اكتشفوا لقوا المنازل 4 أمتار، واللي قدر يحافظ على المكان ده المنطقة الصحراوية، يعني الصحراء بطبيعة الحال قدرت اللي هي تسيب لنا وتحافظ لنا على المكان الموجود ده. تعالوا احنا قلنا ان المكان ده لقينا فيه ايه؟ لقينا فيه معبدين، سميناهم باسم المعبد الكبير والمعبد الصغير. في سنة 2001 كده أو من 2002 و2003 تم ترميم المعبدين دول بشكل كبير جدا، لأنهم كانوا طبعا حالتهم كانت سيئة شوية، فتم ترميمهم. وبدأ الاهتمام زي ما قلت لكم يخشوا في المنطقة من عام 2000، وبدأ الاهتمام يخش أكتر وأكتر في المكان ده. لو بصيت على المعبد هنا، أنا هنا مديكم مثال اللي أنا واقف هنا في المعبد المعبد الكبير. بطبيعة الحال هنا دي معابد منحوتة في الصخر، ودي مش جديدة. يعني المعابد دي مش جديدة خالص. ليه؟ لأن أيام الحضارة المصرية القديمة المعابد دي أصلا كانت دي كانت طبعا من أيام الأسرة الأولى معابد صخرية، فبالتالي دي مش جديدة. فنقدر نقول إن إن اللي عمل المعبد ده مستوحي من الحضارة المصرية. بقى رقم 1 التأثير المصري من ناحية النحت في الصخر أو في الجبل، دي رقم 1. رقم 2 التخطيط بتاع المعبد نفسه مصري. رقم 3 بقى إن في تأثير يوناني. تأثير يوناني أول حاجة إن المعبد هنا بيتكون من المفروض هنا في رواق هنا، يعني هنا اللي أنا واقف فيه ده كده رواق قبل المدخل، ده كده جزء رواق مستعرض اللي هو رواق عرضي اللي أنا واقف فيه. تمام. طيب لو بصينا على المدخل هنا ببساطة خالص هنلاقي هنلاقي ان في اعمدة. الاعمدة دي اصلا مش اعمدة مصرية، اعمدة يونانية اسمها الاعمدة الدورية. والاعمدة الدورية اليونانية كانت معروفة بايه؟ كانت معروفة اللي هي ببساطة خالص ان لو قربت كده حتة، بصوا لو قربنا كده 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 هنلاقي ان هي بتبقى فيها بدن بس ما فيهاش قاعدة. يعني هنلاقي ان القاعدة بتاعتها مش موجودة اللي بتحط على العمود. يعني احنا عارفين ان العمود بيبقى فيه قاعدة وبدن والتاج بتاعه، لا هنا هنلاقي بس البدن والتاج. تمام. دي حاجة تانية ان دايما بيبقى الاعمدة الدورية لو قربنا اكتر المفروض بتبقى القمة بتاعتها اللي هو التاج بتاع اللي فوق بيبقى واخد الجزء الاول شكل مستدير والجزء اللي فوق شكل مستطيل. بس هنا هنلاقي فيه اختلاف بقى، هنلاقي ان هو عامل هنا شكل مربع عشان يبقى فيه وحاطط فيه تجويف، يعني مجوفه وحاطط عليه الشكل المستطيلي عشان يعمل تحمل للمكان او للمعبد نفسه لانه منحوت. فده نوع من الفكرة في الفكر المعماري. تمام. دي حاجة. طيب لو بصينا هنا جنبي على ايدي الشمال هنلاقي هنا في فتحات، او الفتحات دي او الحنيات دي اللي موجودة، او الفتحات اللي موجودة دي كانت تستخدم، ربما كانت بتوضع فيها يعني بتوضع فيها حاجات نذرية زي قرابين او حاجات تقدم في المكان ده، زي تقديمات نذرية موجودة في المكان ده. الحنيات دي او الفتحات دي لو دخلنا جوه طبعا هو المعبد ده طبعا ليه نقوش وتم تسجيل النقوش اللي فيه، بس النقوش هنا مش هتلاقيها واضحة، يعني النقوش مش هتلاقوها واضحة بشكل كبير. طيب لو كملنا كده جوه هنلاقي ان المعبد فيه مقاصير، يعني هنلاقي فيه مقاصير كذا مقصورة اهو، مقاصير اهي. تمام اهي. ولو قربنا المقصورة هنا على الجانب ده والمقصورة هنا اهي، وهنلاقي المائدة اللي فيها القرابين. طيب من خلال كده وجدنا ان المكان المعبد ده هو مش معمول يعني مش لإمبراطور ولا بيدخله كاهن ولا لا، ده سكان المنطقة من خلال الاستنتاجات يعني عملوا المعبد ده نوع من التقرب والصلاة للإله. لأن في المعابد بصفة عامة في المعابد في منطقة اسمها منطقة قدس الأقداس، هي كمنطقة محرمة مش بيدخلها أي حد من العامة، ممنوع. فبالتالي العامة عملوا كمكان النوع، طبعا هما كده كده في صحراء فعايزين يتعبدوا ويتقربوا، فعملوا معبد وعملوا قدس كنوع من قدس أقداس للتقرب للإله أكتر والاقتراب منه، بالإضافة لتقديم القرابين النذرية في المكان ده. عايزين برضو العلماء احتاروا قالوا طب يا ترى المعبد ده كان لمين؟ يعني كان للمعبود مين ومين ومين في النسبة في الوقت ده؟ بصراحة من خلال كده اما عملنا بقى استكشافات
اكتر واكتر وجدنا تمثال المعبودة ايزيس موجود في المكان، فعرفنا بكل بساطة خالص ان المكان ده كان لعبادة ايزيس. بس هل ايزيس بس؟ لا، مش ايزيس بس. وجدنا في المعبد الصغير اللي هو بقى قريب منه في نقش يوناني، ومن ضمن النقش كان مذكور للمعبود مين ومين ما كانش اسمه مين، المعبود الاله مين او المعبود مين كان اسمه بان. تمام. والمعبود هربوقراط اللي هو اصلا كان حورس في الحضاره المصريه القديمه، وايزيس. عرفنا ان دول كانوا موجودين في المعبد الصغير كنوع من التعبد، فعرفنا واستنتجنا ايضا ان من خلال المعبد الكبير وجدنا ان كان بيتم العباده للمعبودات دي اللي هو مين، اللي هو اسمه بان وايزيس وهربوقراط في المكان ده. تمام. بالاضافه ان المكان ده وجدنا فيه بعض الجعارين، تمام، اللي موجوده. وجدنا طبعا جعارين دي بترجع للحضاره المصريه يعني كنوع برضو من التاثير المصري. وجدنا عمله للامبراطور نيرون في المكان ده. معدن الزمرد، المعدن ده بقى انا قلت لكم هو مختلف. ليه مختلف؟ بكل بساطه خالص لان المعدن ده كان معدن نادر جدا زي ما قلت لكم، وكان بيبقى واخد لون، هو معدن طبعا من الاحجار الكريمه، تمام، وبيبقى واخد لون اخضر شفاف، وبيدي على اخضر غامق شويه او ساطع او متوسط. فاللون الاخضر ده كان نادر جدا. وعلى فكره الحضاره المصريه كان عندها المعدن ده بس مش باللون الاخضر اللي بشكل قوي جدا اللي انا قصدي عليه، لا ده كان عندهم تاني بس كان رديء. حتى كانوا بيقولوا ان المعدن عندهم رديء جدا، فبالتالي عشان كان المنطقه مهمه. المنطقه دي زي ما قلت لكم كانت الرومان طبعا قاعدين فيها، بس في فتره الامبراطوريه الرومانيه المتاخره، يعني نقول في العصر الروماني متاخر وهي خلاص في اواخر ضعف الامبراطوريه، كان في قبائل بقى جت سكنت او قعدت في المكان ده واستغلت المكان ده عكس الرومان. القبائل دي كانت هي قبائل بدويه وبدو، كانوا عايشين في شمال النوبه، وكانوا اشتركوا في اشتباكات مع الجيش الروماني قبل كده، فكانوا طبعا استغلوا ضعف الامبراطورية والاضطرابات وقعدوا في المكان ده. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. يهمنا تعليقاتكم وآرائكم، تفاعلكم على الصفحة وعلى اليوتيوب. أشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.